السلام عليكم اخواتي الحلوة، انا جبت لنا الفطار، يلا بقى عشان ننزل ناكل. حبيبي يا هارلي، هو اخويا هارلي يا عم. اه شفت يا ابني وانا لابس نضاره كعب كوبايه. طب بقول لك ايه، سلام عشان افطر. حاضر يا هارلي هفطر أهو. حاضر يا هارلي، هاخد الكتاب اهو وانزل افطر. واحد بقى خلص فطار، كلم بقى البيت. يا بت عامله ايه؟ اه انا تمام والدنيا فل الفل. خليكي معايا ثواني كده. مالك يا هارلي؟ قاعد كده ليه؟ الحمد لله الواحد خلص فطار يكلم بقى الواد. ايه يا ابني؟ دخلت معاك عشان كنت ايه بفطر. المهم، بس بقى زي ما قلت لك لابس النضارة بتاعته بكعب كوباية دي. بس قلت بقى قعدت اتريق عليه كده، وقعدنا نضحك انا والعيال. خليك معايا كده. مالك يا هارلي صحيح؟ على رأي ادهم، مالك قاعد متضايق كده ليه؟ لا خلصت فطار، اقعد بقى اذاكر، انا كده ضيعت وقت كتير جدا. ايوه صح. مالك يا هارلي قاعد كده ليه متضايق؟ انا اقول لكم يعني قاعد متضايق عشان مش عاجبنا الحال اللي احنا فيه ده. ماله حالنا يا هارلي؟ ما احنا كويسين اهو والدنيا تمام وزي الفل ولسه فطرانين وايه الدنيا تمام يعني. ايوه صح يا هارلي. يعني ماله حالنا؟ ما على رأيي ادهم احنا لسه فطرانين والدنيا تمام اهو كله كويس. ايه بقى اللي يضايق؟ أيوة صح يا هارلي عندهم حق. مالك؟ ما الدنيا فعلا تمام اهو، احنا لسه مخلصين فطار، ايه اللي مضايقك؟ انا اقول لكم مالي متضايق ليه وحالنا مش عاجبني. انا اقول لكم، زي مثلا انت يا ادهم، انت حالك مش عاجبني عشان انت بتكلم بنات، واخد الدنيا كده ايه سبهلله، مش همك حاجه خالص. وانت يا محمد متضايق ومش عاجبني حالنا عشان انت بتقعد تتنمر على الناس كتير، بتقعد تتريق على الناس كلها. عاجبك انت حالك ده؟ حتى انت يا يوسف، مع انك انت ما بتعملش حاجه، مش عاجبني برضه عشان بتذاكر كتير قوي. دحيح من الاخر، بتذاكر كتير قوي. المذاكره مش وحشه، نقول لك ذاكر بس ادي نفسك راحه. انت بتذاكر حرفيا في كل حته، ولا بتحب تخرج ولا تحب تقعد معانا، دايما كده قاعد بتذاكر. عرفتوا حالنا مالنا؟ شفتوا كل واحد منكم فيه؟ ايوه صح يا هاري، انت عندك حق. ايه حالنا ده؟ بقول لك ايه، انا مش عايز اعرفك تاني، اقفلي، ومش هكلم بنات تاني. ايوه صح يا هاري، انت عندك حق. بقول لك ايه، انا مش هتريق على حد تاني، اقفل. ده صح يا هاري، انت عندك حق. انا بقعد اذاكر وقت كتير جدا، حتى ما بخرجش معاكم ولا بقعد معاكم. انا بقعد معاكم بس لما بنيجي ناكل. انت عندك حق، انا هقفل المذاكره دلوقتي واقعد معاكم. شفتوا ان انا عندي حق. بصوا انا اقول لكم على حاجه. امسكوا كده الكراسه والقلم دي، كل واحد ياخد ورقه ويكتب هو نفسه في ايه. ماشي يا هارلي، انا هكتب اهو. بس انا خلصت. خد يا محمد، انت خد الورقه بتاعتي، انا خلصت. ماشي، هكتب انا اهو. خد يا هارلي، انا خلصت. خد يا يوسف الكراسه اهي. ماشي، انا خلصت. خد يا هارلي، انا خلصت. تمام، انتوا الورق بتاعكم اهو، انا هلخبطه ونختار ونشوف. اول واحد، انت يا محمد، انت كاتب في الورقه بتاعتك انا نفسي ابطل تنمر وابقى كويس وما اتريقش على حد. تقدر يا محمد تبطل تنمر طالما احنا مع بعض؟ صدقني انت تقدر تبطل تنمر، ما تتنمرش على حد، وصاحب صحاب كويسه لان الصاحب ساحب. انت صح يا هارلي، انت عندك حق، انا خلاص مش هتنمر على حد تاني. اختار بقى الورقه التانية ونشوف زميلك. ده انت يا ادهم بقى، انت كاتب انا نفسي ابطل اكلم بنات وابقى شخص كويس واذاكر وانجح. تقدر، لان اللي انت فيه ده مش كويس،
تقدر ما تكلمش بنات تاني، وتقدر تذاكر وتبقى كويس، لان احنا مع بعض اقوى. ايوه صح يا هارلي، انت عندك حق. انا خلاص مش هكلم بنات تاني، وهذاكر وهبقى كويس. اخر ورقة بقى، واكيد انت ده بقى يا يوسف. انت كاتب انا شاطر وكويس، بس للاسف ما بلحقش اقعد معاك عشان بذاكر كتير قوي. انا هعمل جدول وانظم وقتي واذاكر في وقت معين، لان انا فعلا بذاكر كتير قوي. انت عندك حق، انت تقدر تعمل جدول وتنظم وقتك وتذاكر براحتك، لان المذاكرة مش وحشة. تقدر تذاكر بس على الاقل تقعد معانا، لان انت بتذاكر طول الوقت، لان احنا مع بعض اقوى. ايوه صح يا هارلي، انت عندك حق. انا خلاص هذاكر في وقت معين وهقعد معاكم. انت بقى صح يا هارلي، نفسك في ايه؟ ايوه صح يا هارلي، اما انت بقى نفسك في ايه؟ صح يا هارلي، اما انت بقى نفسك في ايه؟ بقى نفسي ان احنا نفضل مع بعض دايما، وما نبعدش عن بعض، لان احنا كلنا اخوات مش صحاب. كلنا اخوات ونفضل مع بعض وما نبعدش عن بعض أبدا. هنفضل مع بعض، هنفضل مع بعض دايما، هنفضل مع بعض دايما، هنفضل مع بعض دايما.